السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة خلي مصر أرقى. سوف نتحدث عن خسوف يوم 8 شهر 4 سنة 24. وكما يتضح في الصورة فإنه واضح جدا. الخسوف له أشعة بنفسجية يجعل البصر يحترق في غضون 12 ساعة بعد نظرك إلى الخسوف. أطول خسوف كلي للقمر استمر ساعة و40 دقيقة. أما أطول كسوف كلي للشمس فلم يستمر إلى 7 دقائق و40 ثانية. هذا كسوف كلي للشمس 40 ثانية و7 دقائق. أما هذا خسوف الشمس اليوم فحدث في أمريكا الشمالية وبالذات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الخسوف لم يتكرر بعد 20 سنة، يعني في حلول 2044 سوف يتكرر هذا الخسوف الشمسي. إذا رأيت هذا الخسوف في بلدك فاعلم إنها رسالة من الله وتحذير لكل من في بلده الخسوف بأن ينهضوا ويقيموا الصلاة كما قام الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في الظهر. صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان. تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى جهرا وسورة طويلة، ثم تركع طويلا في الصلاة، أي الركوع طويلا ب90 درجة في الصلاة، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. هذه الصلاة مهمة ولا تتركها أبدا. صلاة الكسوف سنة مؤكدة وليست فريضة، ولكن صلاة السنة مفيدة جدا حيث أنها تكفر عن الذنوب وتمسح الخطايا. فادعي وأنت ساجد، واستغفر وأنت ساجد، وبالذات في صلاة السنة، واسجد طويلا واستغفر طويلا. ويستغرق الكسوف الكلي من بدايته حتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و10 دقائق تقريبا. وعند ذروة الخسوف الكلي سيغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس، ويغطي الكسوف مساحة عرضها 197.5 كيلومتر، وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية. وهنا قد أنهينا حلقتنا.